عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب العالمين. جيتكم اليوم بوصفة سهلة وسريعة برشا برشا، ما نستحقوا فيها حتى شي. كيما تشوفوا نستحقوا البات فيتي والا بات بريزي كيما تحبوا نتوما. عندي تون، عندي تومات سوريز، وعندي موتزاريلا، وعندي فروماج معناها أي نوع متاع فروماج عندكم. عندي كعب عظم نستحق الصفر متاعها من بعد، وعندي صوص متاع بيتزا. وصوص تاع البيتزا ساهلة معناها الناس الكل تعرف تعملها، شوية طماطم وشوية معناها زيت ونفوحوها وهذاك هو معناها الصوص متاع البيتزا. تو نعملها لكم مرة واحدة فهمتوا، تنجموا تزيدوا فيها هكا شوية حبق هكا تجي بنينة 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 تهبل. الحاصل اللي هنا عندي البات بريزي نحلها، نستحفظ على معناها البابي كروسون اللي هي معناها فيه هذاك باش نحطوهم بعد في الفور إن شاء الله. نجيو لهنا نستويوها بالكدا بالكدا كيما تشوفوا. حسيلو ساهلة 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 ومعناها معناها ومتستحقش برشا برشا وقت، 15 دقيقة معناها تكون حاضرة. نجيو لك الصوص متاع البيتزا، حسيلو نعملوها نوزعها حسيلو كيما تشوفوا هكاكا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا كان وصلتوا لهنا ما تنساوش اللايك وما تنساوش معناها تشتركوا في القناة متاعي وتفعلوا الجرس إذا كان أول مرة تشوفوني، ومرحبا بكم وميرسي بوكو على التعليق متاعكم المزيانة، ربي يفرحكم. كيما شفت نوزعوا الصوص متاع معناها البيتزا هكاكا. تنجموا تعوضوها بأي صوص أخرى معناها انتم تحبوا، معناها ما نعرفش عليكم إذا كنت تحبوا حاجات أخرى ميساش تنجموا تزيدوا معاها الهريسة أي حاجة أخرى. منها معناها عندي صوص بيتزا فاضلة عندي، قلت علاش لا معناها نستغلها ونحطها عندي في البات بريزي هذيا. تويك إن شاء الله نزيدوها التون، من بعد تشوفوا الشكل متاعها يجي مزيان. شفت برشا والله يعملوا فيها وأنا جربتها قبل، أما ما عملتش الشكل هذي، عملتها هكايا كيما السوفلي. مين مرة هذي حبيت نجربها كيف ما هكايا والله طلعت حلوة محلاها. وبنحكي لكم زاد جات بنينة ما شاء الله، إن شاء الله تجربوها إن شاء الله تعجبكم. نوزع التون كيما شفتوا، ومن بعد نزيدها الفروماج. تنجموا تزيدوا معناها شنو تحبوا نتوما، راهو الحشوة كيما تحبوا نتوما. أنا باش نزيد لهنا الفروماج، ومن بعد باش نحط لها الموتزاريلا إن شاء الله. هاكا لي ترونش موتزاريلا قصيتهم باش نوزعها معناها بشكل معناها عادي هكاكا. لهنا كيما تشوفوا باش نقصها معناها بالسكينة هكاكا كيما موضح معناها بالضبط. تشوفوا من بعد تجي محلاها، ومن بعد كل طرف نرجعوا معناها على معناها على البات الأخرى كيما معناها هكا كل شيء واضح معناها في الفيديو. كيما هكاكا نرجع نلصقها، ومن بعد ندهنوها حاسيلو بالأصفر متاع العظمة، ونزيدو نزينوها بالسينوج هكاكا ولا والجلجلين كان عندكم. وما تنساوش الطوماط سوري زادا باش نقصها، كان ما عندكم زادا مش مشكلة راه مي تزيد هكا تزينها وتجي محلاها، تعطي هكا منظر محلاها كيما تشوفوا. ومن بعد ان شاء الله باش ناخذ الاصفر متاع العظمه. بالطبيعه باش نركضوا بالكدا، ومن بعد باش نزين بيه هذوكم النجمات هذوكم الموجودين، المثلثات باردون الموجودين. ومن بعد نزيدها شويه جلجلين ونزيدها شويه معناها سينوج ونزينها نحطها في الفور حكايه 15 دقيقه ماكسيموم معناها طيب وصحه وبالشفاء تجي بنينه 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 تهبل. جربوها ان شاء الله. كيما تشوفوا معناها حملت لها الأصفر متاع العظمة. من بعد شلقت بروحي اللي أنا ما عندي البانسو على فكرة ومن بعد شلقت خاطر واحد يبدا كنت مزروبة ونصور دونك ما كل شيء تلقائي حسي
هاكا باش نزيدها تويكا شوية جلجلين، شوية سينوج هاكا أكحل وتجي حسيلو هاكا تعطي حسيلو منظر محلاه والله، خاصةً كي تطيب من بعد تحسّوه هاكا عاطي هاكا منظر محلاه. فما شكون يعمل معناها البات في الدار، هي متكونة من فرينة وزبدة وعادي معناها، إن شاء الله نهار نعملها لكم في الدار، والله ساهلة زادة ماهيش صعيبة، أما أنا نستسهلها معناها م من يعني ناخوها نحطها في الفريجيدير، نهار اللي نستحق باش نعمل معناها حاجة هاكا سريعة فيسع فيسع نطيبها الحقيقة، نحطها في الفور ومن بعد نشوفوا كيفاش تخرج إن شاء الله. ولهنا كيما شفتوا قصيتها الله غالب تقص لي الفيديو وقت اللي كنت نقص فيها. هاكا كيما تشوفوا هيك الموتزاريلا ذابت والصوص معناها حسيلو جات بنينة 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 تتقرمش محلاها إن شاء الله الوصفة متاع اليوم عجبتكم إن شاء الله تجربوها وحسيلو نخليكم في وديعة ربي وبسلامة الناس الكل غون بيزو باي باي.